انسي بقى من بعد الفيديو ده ان تعملي كيكه بالشوكولاته وتطلع معاكي بايظه او تطلع معاكي هبطانه او تطلع معاكي تقيله. شايفين جمالها وشايفينها قد ايه هي هشه؟ شايفين صوص الشوكولاته نازل من الجناب ازاي؟ تابعي معايا كل الخطوات وكل التفاصيل. بس يا ريت قبل ما نخش نشوف الطريقه ما تنسيش دعميني باللايك والاشتراك. ويلا بينا يا حبايبي نشوف اجمل طريقه كيكه شوكولاته. اول حاجه معايا بوله فاضيه زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام يا حبايبي. واول حاجه معايا كوبايه من الدقيق. وطبعا الدقيق انا ببقى مع النخلاء قبل التصوير. ومعايا تاني كوبايه، يعني انا لحد دلوقتي ضفت كوبايتين من الدقيق. تمام يا حبايبي. وبعد كده معايا نص كوبايه دقيق، يعني انا حطيت كوبايتين ونص من الدقيق. تمام. وبعد كده الخطوه اللي جايه معايا معلقه كاكاو خام اسباني. انا هنا مستخدمه كاكاو اسباني. ومعايا باكو باودر كامل ضفت على الدقيق وبعد كده رشيت رشه ملح بسيطه عشان خاطر تظبط الطعم. وبعد كده هقلب بقى كل الحاجات الجافه دي كده كلها في قلب بعض. تمام يا حبايبي. كده بالنسبه اول خطوه كده عديناها عشان كنا نعمل كيكه بالشوكولاته. بعد كده بقى في الخلاط ضفت اول حاجه كوبايه من اللبن. تمام. وبعد كده كوبايه زيت. تمام يا حبايبي. وبعد كده ضفت كوبايه ونص من السكر. دي اول كوبايه من السكر اهي. ودي نص الكوبايه التانية من السكر. تمام. يعني انا كده استخدمت في الكيكه بتاعتنا كوبايه ونص من السكر. ومعايا هنا 3 معالق كبار كاكاو خام. ونوع الكاكاو اللي انا مستخدماه كاكاو اسباني. وبعد كده هضرب الحاجات دي كلها كده في قلب بعض في الخلاط. وكده اول حاجه انا هنا عملت صوص شوكولاته. شايفين شكله عامل ازاي وشايفينه قد ايه تخين؟ ده عشان خاطر انا مستخدمه نوع كاكاو اسباني. بعد كده بقى هضيف شويه صوص شوكولاته من اللي حضراتكم شايفينه ده كده على جنب. تمام. عشان ده اللي احنا هننزل بيه على وش الكيكه بعد ما تستوي. وبعد كده يا حبايبي البقيه اللي في الشفشه بقى انا ضفت ربع كوبايه من اللبن. ومعايا 4 بيضات. انا هنا مستخدمه 4 بيضات لان البيض كان معايا صغير، لكن لو عندك بيض كبير يبقى 3. ومعايا معلقه كبيره من الخل ده بيخلي الكيكه طريه وهشه. ومعايا فانيليا. تمام يا حبايبي. بعد كده بقى هضرب بقيه الحاجات دي كلها كده في الخلاط. تمام. وهوريكم شكلها. شايفين الشكل وريحتها حلوه قوي. بعد كده بقى هضيف بقى الحاجات السايله دي كلها على الدقيق اللي احنا عملناه في الاول. شايفين اللون؟ بس كده. بعد كده بقى يا حبايبي هقلب كل الحاجات دي في قلب بعض في اتجاه واحد. ما ينفعش نقلب شمال ويمين عشان خاطر الكيكه بتاعتنا متطلعش ولا تقيله ولا هبطانه. شايفين لونها ولون الكاكاو وشايفين القوام، وهو ده القوام اللي مطلوب معانا للكيكه، عشان ولا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي، بين البنين. بعد كده انا مجهزه صينيه رشه فيها زيت وموزعاه في الصينيه ورشه عليها دقيق. تمام يا حبايبي. وموزعاه كده في الصينيه. بعد كده هضيف في الصينيه خليط الكيكه اللي حضراتكم شايفينه ده. شايفين الخليط بينزل بكل سهوله ازاي؟ وكده بعد ما ضفت الخليط الكيكه كله في قلب الصينيه لازم نعمل الحركه دي قبل ما ندخلها الفرن. طبعا في الخطوه دي لازم الفرن يكون سخن. كده بسم الله ما شاء الله ما خدتش وقت خالص معانا في الفرن. يا دوبك بالظبط 10 دقايق. وشايفينها عملت ازاي؟ وفي هنا بقى لازم نختبرها عشان نشوف قلبها مستوي ولا لا. ولازم قبل ما ننزل بصوص الشوكولاته لازم نعمل الحركه اللي حضراتكم شايفينها دي عشان خاطر الشوكولاته تبقى نازله من كل حته في الكيكه من الجناب. وزي ما انا هعملها كده شوف انا هعمل ايه. ابدا بقى اضيف صوص الشوكولاته كده على الكيكه بتاعتنا. شايفين اللون بتاع صوص الشوكولاته حلو ازاي؟ وبجد بيبقى طعمه حلو قوي كأنك بتاكلي شوكولاته بجد. تمام يا حبايبي. وهنبدأ بقى نوزع صوص الشوكولاتة على الكيكة زي ما حضراتكم شايفين كده. كده بعد ما وزعت صوص الشوكولاتة بصوا بقى يا حبايبي في الخطوة دي انا بعمل ايه. ببدأ اقطع الكيكة عادي كده وهي لسه سخنة والصوص لسه عليه. واخدين بالكم وانا بقطع الكيكة؟ شوف انا بعمل ايه وانا بقطعها كده. بعيد تاني على التقطيع بحاول افتح ما بينهم زي ما انتوا شايفين كده. ليه بعمل الحركة دي؟ عشان صوص الشوكولاتة واحنا بناكل كده الكيكة يبقى نازل من كل حتة كده في قلب الكيكة. شايفين شكلها؟ وبرضو وانا بقطع كده في الجنب التاني نفس الفكرة. تمام كده لحد كده. بس هبدأ بقى نخلص لحد بقى ما نخلص التقطيع صينية الكيكة بتاعتنا. هبدأ بقى ايه يا حبايبي انا محضرة هنا بقى زي ما هتشوفي معايا كده في الفيديو. شايفين انا بعمل ايه؟ كده بعد ما قطعتها انا هنا بقى محضرة هنا شوكولاتة زي ما انتوا شايفينها كده. دي لو متوفرة عندك بس الصراحة بتدي طعم حلو قوي. نبدأ نوزعها كده فوق الوش من زوق بيها الكيكة بتاعتنا كمان. كده يا حبايبي ايه رأيكم؟ هستنى رأيكم طبعا في التعليقات اللي دايما بتفرحني. وكده وصلنا لنهاية الفيديو. متنسيش دعميني باللايك والاشتراك. واي حد عنده اي سؤال ياريت يبعتلي. وبألف هنا.